بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. السلام عليكم متابعين القناة ومتابعين الفيديو، يا رب دايما كده تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة يا رب العالمين. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين هعرض لكم شيفورليه الدبابة اللي قدام حضراتكم موديل 2023 باللون الابيض اللي قدام حضراتكم. اللي قدام حضراتكم ديت فئة الباور اللي هي الفئة الاولى، باور بدون اكسسوار. طبعا زي ما احنا شايفين، بالنسبة للناس اللي كانت منتظرة ان العربية يحصل فيها اي تغيير عن موديل 2021 او 2022، زي ما احنا شايفين التغيير اللي حصل فقط لا غير هو الشريط الجانبي اللي قدام حضراتكم ظاهر باللونين، اللون اللي هو الاصفر واللون الازرق الفاتح. ده يعني التغيير، كل التغيير اللي حصل في العربية تغيير الشريط الجانبي زائد ان العربية 2023. ده الاختلاف الوحيد ما بينها وما بين الموديل اللي قبل كده اللي هو 2022. لكن زي ما انتم شايفين اكسدام شبكة، فوانيس امامية، شكل الكبوت، شكل الرفارف، طبعا هو الموديل اللي قبل كده اللي هو 2022. طبعا برضو العربية نازلة بكاوتش اللي قدام حضراتكم، كاوتش اللي هو بيرجستون، وده شكل الشريط الجانبي بتاع الموديل 2023 اللي قدام حضراتكم. ده شكل العربية من الجنب. الصندوق هو الشاسيه، يعني البادي الخارجي بتاع العربية نفس الشكل الخارجي بتاع 2022 وال2021 وال2020 وال2019 وال2018. طبعا بداية الشكل اللي قدام حضراتكم ده كان بدأ في 2018. طبعا الكاوتش زي ما انتم شايفين نازل بيرجستون، نازل بمقاس 215 على 70. مقاس الجان طبعا زي ما انتم شايفين 15. في طبعا في 2022 الموديل اللي قبل ده نازل العربية مفيش اختلاف في الشكل طبعا، لكن نازلة بكاوتش كومهو. لكن طبعا ال 2023 اللي قدام حضراتكم كل العربيات ال 2023 نازلة بكاوتش بريجستون. يعني كده اللي هيشتري العربية مش هيحتاج ان هو يغير كاوتش للعربية، لان في ناس بتشتري اللي هي ال 22 بتغير الكاوتش كان من كومهو الى ميشلان او بريجستون. فطبعا شركة المنصورة منزلة العربية جاهزة بالكاوتش البريجستون، كاوتش جاهز على التحميل على طول، بيتحمل الأحمال اللي هي الشاقة بالنسبة للعربية اللي قدام حضراتكم. طبعا زي ما انتم شايفين العربية عرضناها من الخارج، مفيش أي اختلاف خالص زي ما وضحت لحضراتكم، غير الشريط الجانبي والموديل من 22 إلى 2023 اللي قدام حضراتكم. الفئة اللي قدام حضراتكم هي فئة الباور. ده شكل الصالون الداخلي وشكل العدادات. العربية هي ال 2022 من الداخل، العدادات، التابلو الداخلي، الكاسيت، الطارة، الفتيس، شكل الصالون من الداخل مفيهوش اي تغيير نهائيا. العربية يعني عشان الناس بس يبقى كلامي واضح ان مفيش تغيير في العربية حصل غير الشريط الجانبي والموديل بتاع العربية من 22 ل 23. لكن ما باقي العربية من الاكسدام للاكسدام ما فيهوش اي تغيير نهائيا. فحبيت ان انا اعرض لكم شكل العربية من الخارج ومن الداخل عشان نعرف بس الاختلافات اللي حصلت، والناس اللي كانت منتظرة بالنسبة للاختلاف اللي هيحصل في 2023 للموديل اللي قدام حضراتكم ما حصلش فيه اي تغيير. طبعا زي ما انتم شايفين العربية بتنزل بطفاية معاها الولاعة، معاها الضمان بتاع العربية، ضمان 3 سنين او 100,000 كيلو ايهما اقرب. دول الاربع اتصات. العربية بتنزل باتنين طابلو ومزودة بالاربع اتصات دولت ككماليات اضافية في العربية. العربية اللي قدام حضراتكم كل الكماليات اللي فيها ان هي باور فقط، نازلة باور فقط زائد الكاست اللي هو البلوتوث العادي. لكن في فئة تانية منها بتنزل باور زائد شاشة وكاميرا خلفية، نفس الشكل اللي قدام حضراتكم بس بتنزل بشاشة وكاميرا خلفية. الفئة التالتة اللي هي بتبقى كاملة مكيفة، كاملة ازاز كهرباء وباور وتكييف وسنتر واتنين فوج امامي، والاوكر بتاعت المجابض بتاعت الابواب بتاعتها بتبقى مجابض نيكل.
زائد ان هي بتبقى بدون اكسسوار، بدون شاشه وكاميرا. وفي بقى اللي هي اللي اعلى فئه في الدبابه، اللي هي بتبقى نازله كامله مكيفه، ازاز كهرباء، تكييف باور، سنتر، ازاز كهرباء، 2 مفتاح ريموت، زائد الشاشه والكاميرا الخلفيه. طبعا زي ما انتم شايفين العربيه زي ما وضحت لحضراتكم ما فيهاش اي تغيير. ده شكل الصندوق الخلفي، مفيهوش اي تغيير من موديل 2018 لحد 2023 اللي قدام حضراتكم. انا اسف ان انا اتاخرت عليكم في 2023، بس حبيت ان انا اعمل فيديو تفصيلي لان شفت فيديوهات بس فيديوهات مش مفصله. حبيت ان انا اوضح بالتفصيل بالنسبه لشكل العربيه الخارجي والداخلي، وبالنسبه للموتور، وبالنسبه للاسعار. زي ما انتم شايفين مقبض العربيه وانا بفتحها بيبقى مقبض العربيات اللي هي الباور بينزل مقبض باللون الاسود، لكن في الكامله المكيفه بينزل مقابض نيكل باللون اللي هو الفضي. طبعا الاسعار النهارده فيها زيادات، يعني زيادات بطريقه رهيبه. فانا هعرض لكم الاسعار بتاعه الموزعين واسعار التجار، لكن اسعار شركه المنصور لسه ما عرفتش وما يزلش اسعار ليها. هعرفها ان شاء الله على الاسبوع الجاي ان شاء الله، يعني من خلال اتصالي بشركه المنصور هعرف الاسعار الرسميه بالنسبه للدبابه اللي قدام حضراتكم. لكن هي بتتباع دلوقتي في السوق بكام وعند الموزعين بكام؟ الفئه اللي قدام حضراتكم الباور دي بتتباع النهارده ب 344 343 344 343. طبعا زيادات يعني رهيبه بالنسبه لشيفورليه الدباب. ولو قدامك لو انت مقبل على شراء، يعني نصيحة من اخ لاخوات المشاهدين اللي بيشوف الفيديو او بيتابعوا القناة عندي، لو قدامك دلوقتي عربية وانت مقبل على شراء دبابة، عايز تشتري باور او باور وتكييف اللي هي الكاملة مكيفة، سعرها النهاردة اللي هي الباور اللي قدام حضراتكم دي سعرها النهاردة 343 344 عند التجار والموزعين. يعني لو انت مقبل على الشراء اشتري فورا، ما تاخدش قرار ان انت تتراجع مثلا وتقول السعر هينزل لربما ينزل، لا اشتري، لان ممكن يكون في زيادات تانية. انه يعتبر الزيادات ديت والارتفاع الاسعار بالنسبة للعربيات ده ارتفاع عالمي، مش هيبقى على مصر بس، في ارتفاع في الدول كلها بالنسبة للسيارات. فانت يعني نصيحة من اخ لاخوات المشاهدين بكررها مرة تانية، لو انت مقبل على شراء سيارة دبابة او ايسوزو دي ميكس او اي سيارة حتى لو ملاكي ومعاك فلوسها، توكل على الله واشتري، ما تراجعش حد، اشتري في الوقت اللي احنا فيه ده، لان تقريبا كده في زيادات تانية. ده طبعا العربية التيكت بتاع الموبل ديلفاك ام اكس، يعني ده الزيت اللي هو العربية بتغيره او اللي انت تبدأ تغيره لو اشتريت العربية فيما بعد. زي ما انتوا شايفين ما فيهوش اي تغيير. الموتور هو الموتور ال79، الموتور الصغير، موتور الياباني. عشان الناس اللي بتتكلم بتقول هندي ومش هندي، ده الموتور الياباني اللي قدام حضراتكم اللي ظهر في الفيديو. سعر العربية الباور 343 344، وسعر الكاملة مكيفة النهاردة وصل ل 385 ألف جنيه. سعر الكاملة مكيفة 385. فده ملخص سريع كده بالنسبة لشكل العربية وايه التغيير اللي حصل فيها. حبيت ان انا اعرضه لمشاهدين الفيديو ومتابعين القناة، على اساس الناس اللي هي مقبلة على شراء شيفورليه الدبابة يبقى عارف السعر ايه ويعرف التغيير اللي حصل في العربية ايه. وملحوظة برضو الشكل الجديد من الدبابة مش هينزل غير في 2025 او 2026. ده كلام للناس اللي هي منتظرة ان شيفورليه الدبابة تغير في الشكل. لا، الشكل مش هيتغير غير، يعني ده من مصدر موثوق منه، غير في 2025 2026 تقريبا يعني ان شاء الله. فده كان فيديو بالنسبة للسيارة شيفورليه الدبابة موديل 2023 بالنسبة للأسعار والتغييرات اللي حصلت في الموديل 2023. الملحوظة اللي ذكرتها بالنسبة لتغيير الشكل، ان انا بقول ان شاء الله يعني هيبقى في تغيير في 2025 2026، ده لان معظم الناس سألتني على شكل الدبابة هيتغير امتى زي الايسوزو دي ميكس. فانا بوضح لحضراتكم ده من مصدر موثوق داخل شركة المنصور للسيارات.
وفي نهاية الفيديو أنا دايما وأبدا بحب أشكر كل متابع للقناة وكل مشاهد للفيديو، ويا رب دايما كده أشوفكم على أحلى وأحسن خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. وما تنسوش الدعم للفيديو وللقناة بأحلى لايك وأحلى اشتراك من أحلى مشاهدين للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.